أصبحنا وأصبح الملك لله، الحمد لله ولا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت على كل شيء قدير. صباح الخير يا جماعة. الساعة الآن يمكن 6. نزل كده ايه نفتح الدنيا. وطبعا مكة القمر احلى حاجه الواحد يصطبح بيها بعد ما بيصلي طبعا، وبعد ما بيقول الاذكار ويصطبح مع ربنا، يبتدي بقى ايه يبص على مكه ويسمع القران الكريم. ومعانا كوبايه الشاي الجميله، نقعد بقى نشرب الشاي ونقعد نرغي مع بعض، نشوف هنعمل ايه النهارده. يا جماعه احنا جينا انطونيادس. يا جماعه مولي اعملي باي، مولي اعملي باي، بصي فوق، بصي باي باي، راكبين عجله. بصي يا لولو، يا جماعه احنا راكبين عجله، مش عارفه اوريها لكم ليه، تحسي كده في حماريه في الموضوع اهو. انا راكبه عجله، انا راكبه عجله. مبسوطة يا لولو؟ اهو يلا اهو. لولو بص فوق، بص فوق يا لولو، بص فوق يا لولو، بص فوق يا لولو، بص فوق يا لولو. يعني ايه يا جماعه، ايه يا حلوين، عاملين ايه؟ رحت النهارده انطونيادس انا ومولي، زي ما انتم شايفين الدنيا لعب وضحك ولعب وجد وحب. صح يا لولو؟ شايفه لولو؟ فين لولو؟ باي باي. والله جميله جدا وشرحه وبرحه. عايزه افرجكم بقى على ايه، على الملاعب اللي هنا. استنى لولو نفرج الناس على الملاعب اللي هنا. تعالي يا لولو، بصوا كده، تا 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 تا. ادي ده، مش عارفه ملعب ايه بصراحه، بس هو مقفول ازاز. جامد جدا جامد جدا. ماشي، ركبنا عجل. طبعا ركبت انا عجله ام 3 وركبت مولي ورايا. صح يا مولي؟ عشان مولي ما بتعرفش تركب العجل، عشان مولي ما بتعرفش تبدل. وطبعا الناس هتقعد تقول لي بقى، ولا نظرات الناس، ذات النقاب اللي بتركب عجله ذات النقاب المنحرف اللي بتركب عجله. لو يعرفوا اللي فيها ان احنا عندنا اطفال ما بيعرفوش يركبوا عجل، ونطرح نفسنا في الشارع. يا جماعه فين المشكله؟ فين المشكله؟ ربنا قال ما تحبسوش نفسكم يا جماعه، عادي فسحوا عيالكم طالما انتوا محترمين في نفسكم وبتتقوا ربنا. ايه المشكله؟ بصوا بقى المكان الجميل ده، بصوا مش عارفه ده بقى قصر ده ولا ايه، مش عارفه.
تعالي هنا. ادي احنا بندخل كده من الباب، بنلاقي على ايدي اليمين مطبخ، لمبه كويسه ماشي. الارض مفيش مطبخ كده، حوض سخان كده. الارض، الصاله ماشي. تعالي هنا. اوكي تمام. ماشي الحال. اوكي طرقة، ادي الأوضة. بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. ادي الأوضة التانية. اوكي تمام. ليها بابين. طيب ماشي. عايزة بس بياضة كده متقشرة شوية. شباك هنا في الطرقة. ماشي. ماشي. تطلع كده. يلا يا لولو. جماعة انا خلاص دي هنقل المرة التانية. المرة التانية هنقل فيها. ربنا يجعلها قدم سعد. طبعا دي شقتي القديمة اللي ساكنة فيها ايجار، يعني مش تمليك ولا حاجة. وبإذن الله هنقل منها لأسباب كتيرة، منها ان انا قاعدة في بيت وماما قاعدة في بيت لوحدها، وبعدين بحتاج كل شوية انا لازم اروح لماما، فلقيت نفسي بروح كتير، مصاريف كتير، ان انا مثلا بركب مثلا تاكسي رايح تاكسي جاي، هدوم رايح هدوم جاي، ادويه رايحه ادويه جايه، عشان طبعا معايا بنتي وكده. فالدنيا والله يا جماعه مش احسن حاجه. ف فقررت ان انا اخد شقه واسكن والدنيا تبقى معايا مظبوطه. ده اخر فيديو هصوره لكم بالشقه دي. خلاص رايحه شقه تانية، هنقل اكون جنب ماما جنب ماما، جنب شغلي، جنب كل حاجه. فده بالنسبه لي حل كويس ومريح، وطالما هيبقى فرقها بسيط قوي يعني مش كتير. لان انا اكتشفت ان انا من ساعه ما نقلت هنا وانا تقريبا يوميا عند ماما، يعني كل شويه اروح لها لان لازم ازورها كتير، لان هي قاعده لوحدها واخواتي مسافرين.
بصرف بقى مواصلات رايح جاي وعلى طول في شنطه في ظهري كمان، هي يا ريتها جت على الفلوس، هي كمان في شنطه في ظهري حاجتي انا وبنتي والادويه بتاعتها، ورايحين جايين رايحين جايين رايحين، مفيش استقرار مفيش اي حاجه، الدنيا بصراحه اتشربكت على بعض. ف خلاص ربنا اراد ان احنا نلاقي شقه كويسه جنبها، وان شاء الله تكون يعني احلى واحسن كمان، هبقى اوريها لكم ان شاء الله. وده اخر فيديو ان شاء الله اعمله لكم في الشقه دي. وكنت عايزه اقول لكم ايه يا جماعه يا جماعه وحشتوني جدا، معلش ان انا مش بنزل فيديوهات، يمكن لسه ما استقرتش، على الرغم ان انا كنت فاكره ان انا استقريت، بس انا لسه ما استقرتش. ان شاء الله بروح الشقه الجديده ان شاء الله استقر واحاول انزل لكم فيديوهات اكتر من الاول. بصوا يا جماعه، هي بنتي عندها تاخر، تمام، تاخر يعني متاخره في الكلام. طب هي عندها توحد، في قالوا توحد. طب هي عندها تاخر عقلي، في قالوا عندها تاخر عقلي. طب هي بصوا يا جماعه، انا مش بهتم، يعني انا الاول كنت مهتميه قوي وحريصه قوي اعرف هي ايه، لان دايما بقول ان لما المرض بيتعرف بيبقى سهل العلاج. بس انا اكتشفت للاسف في المجال بتاع الاحتياجات الخاصه ان مش دايما هتطلع الحاجه واضحه قوي زي تشخيص التوحد، لان تشخيص التوحد ده ناس كتير اجمعت ان ده توحد. بس انتوا يوم ما بتقولوا توحد لا بتطلع منها يمكن فقر بيئي، يمكن تاخر، يمكن صرع، يمكن كهرباء، يمكن بتطلع حاجات كتير جدا، تمام. فانت هتوصل في الاخر لمرحله، او انت هتوصلي في الاخر لمرحله ايه، ان تمام يا جماعه انا مش فارق معايا هي عندها ايه او ابني عنده ايه، بس انا فارق معايا النتيجه. النتيجه مهمه جدا. طيب اكتر حاجه انا بهتم بيها في النتيجه عامه ان احنا اعتراف ان الطفل ده عنده مشكله ما. طيب اما بعد هنعمل ايه؟ بصوا يا جماعه، انا الفتره دي بحاول ان انا اعمل حاجه كويسه، ومش حابه اعلن عنها دلوقتي، بس ان شاء الله حاجه هتفيد اي ام عندها طفل عنده تاخر، توحد او داون، او ايا كان ما يكون، عنده فقر بيئي، تاخر عادي وبعد كده هيتكلم. فانا بحاول اعمل حاجه تخلي الام ان هي تقدر تساعد ابنها بنفسها وتمشي في برنامج خاص بيها بنفسها في البيت، بالاضافه للجلسات اللي هتاخدها بره. يعني هي كده هتدي لنا جلسات بره، تمام، بس احنا مش هنعتمد على بره، مش هنعتمد ابدا على بره. اللي هنعتمد عليه اكتر شغل البيت، ودي انا بالنسبه لي هي مربط الفرس، هي اهم حاجه شغل البيت ان شاء الله باذن الله. وهبقى اقول لكم قدام، بس امشي شويه في القصه دي، وهبقى اقول لكم ايه اللي انا بعمله الفتره دي اكيد يعني. ليه مفيش مواضيع؟ ايه بقى المنظر الحلو ده؟ بصوا يا جماعه، بصوا عاملين ايه عشان يوم الطفوله. بصوا في الملعب نافخين حاجات وحركات حاجه جميله بصراحه. مولي عايزه تروحي هناك؟ مولي عايزه تروحي هناك العاب؟ بصي الالعاب الجميله، واو يا مولي، الله. بصوا يا جماعه عشان يوم الطفوله والله، بصوا ما شاء الله، اكيد بقى الملعب ده كله هيملوه بقى العاب وحاجات كده.